تعرف ان ابراهيم الابيض ما طلعش هو ابراهيم الابيض؟ مين فينا ما اتفرجش على فيلم ابراهيم الابيض؟ واللي هتتفاجئ دلوقتي لما تعرف ان الشخصيه الحقيقيه مختلفه تماما عن الشخصيه اللي اتعمل عليها الفيلم، واللي قصته الحقيقيه مختلفه تماما عن القصه اللي اتعملت في الفيلم. يعني مثلا قصه موت ابوهم ما كانتش بالطريقه اللي ظهرت في الفيلم، وهي ان مراته ضربته بالشبشب، والحقيقه ان هو مات عادي خالص وبطريقه طبيعيه. والفيلم كمان ما اتكلمش عن اخوات ابراهيم، واللي اصلا كان واحد منهم مهندس والتانيه دكتوره. وبالرغم من المستوى اللي كانوا فيه اخوات ابراهيم الابيض، كان اخوهم بلطجي ومسجل خطر كمان، ودخل قصه حب فاشله مع بنت تاجر مخدرات. واقول لك على حاجه كمان، ابراهيم الابيض ما ماتش بالطريقه اللي خلص عليها الفيلم. والكلام ده بقى يا سيدي اتقال على لسان اخوه، واللي اكد ان ابراهيم الابيض قضى اخر سنين في حياته وهو بيتعبد وقريب من ربنا، ومات موته طبيعيه جدا في بيت والده، ولا حد جه جنبه ولا حد قتل. بس طبعا اللي اتعرض في الفيلم ده كان لزوم الحبكه يعني زي ما كلنا عارفين. وبسبب كل ده بقى اهل ابراهيم الابيض رفعوا قضيه وقتها على عباس ابو الحسن مؤلف الفيلم، وده لان نهايه الفيلم مش صح وفيها تناقض تام مع القصة الحقيقية. وكمان عملوا وقفة احتجاجية قدام نقابة الصحفيين، والموضوع وقتها وصل لبلاغ للنائب العام، وده كله عشان الفيلم باسم اخوهم حتى لو مش بيحكي قصته. واعتبروا كمان ان دي بمثابة اهانة ليهم ولعيلتهم كلها، وكمان شوهوا صورتهم الحقيقية وما راعوش حقوقهم الادبية ولا الانسانية. بس الحقيقة بقى ان مفيش قضية، لان الفيلم ما قالش ان دي قصة حياة ابراهيم الابيض. يعني عشري بريء من دم ابراهيم، وكمان ما باعوش ب5000 جنيه. وطبعا مش محتاجة اقولك ان ابراهيم الابيض كان من احسن الافلام وعمل طفرة حقيقية في تاريخ احمد السقا، ده غير الشخصية المميزة اللي قدمها النجم الراحل محمود عبد العزيز في الفيلم، وده رغم ان هم حذفوا كتير جدا من مشاهده في الفيلم. ده غير كمان ان الفيلم ده وثق بداية سيد رجب ومحمد ممدوح، وكان دور هند صبري في الفيلم بقى مميز جدا. ودي بقى قصة واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصرية.